قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. بيبدا الفيلم مع كولت سيفرز واللي بنعرف انه بيشتغل دوبلير، ولو ما تعرفش الدوبلير يا صديقي فهو الشخص اللي بيقوم بالمشاهد الخطر في كل الافلام والمسلسلات. المهم ان كولت كان بيحب شغله جدا لانه مميز جدا فيه ويعتبر رقم واحد، وغير كده بقى فخطيبة كولت اللي اسمها جودي بتشتغل معاه دايما في الافلام كمصورة سينمائية، وده يعني بيخلي كولت يحب شغله اكتر. المهم ان في مرة بقى كان كولت شغال في فيلم كده لبطل اسمه توم رايدر، وبنشوف دلوقتي ان توم والمنتجة جيل منتجة افلام توم بيستدعوا كولت حاليا وبيطلبوا منه يعيد تصوير لقطة خطر مرة تانية، واللقطة باختصار كانت ان كولت يتربط بحبل كده ويقع من ارتفاع عالي، وفعلا بيطلع كولت يصور اللقطة دي، فبتحصل مشكلة كبيرة وهي ان للاسف الحبل بيتفك وبيقع كولت وبيتصاب. طبعا وقتها بيتنقل للمستشفى، ولكن مسيرة كولت بتنتهي هنا. بيعدي على كل ده 18 شهر كاملين، وبنعرف ان كولت من الوقت اللي حصل ده وهو قرر يعتزل شغلانة الدوبلير دي نهائيا، واختفى حرفيا عن كل الناس وعايش مع نفسه في شقة بسيطة، وبيشتغل حاليا بيركن عربيات قدام مطعم. وبنعرف ان كولت كمان بعد اللي حصل ده كله بعد خالص عن جودي بشكل نهائي وبدون اي سبب، ومن وقتها وهو عايش في حزن وملل ولوحده. المهم في يوم بقى جات لكولت مكالمه من منتجه الافلام جيل بقى طلبت من كولت انه يجي يصور فيلم جديد بتنتجه لتوم رايدر، لكن كولت بيرفض طبعا، بس جيل بتستخدم ذكائها وبتعرف كولت ان مخرجه الفيلم ده هي جودي وان ده اول فيلم من اخراجها، وطلبته بالاسم عشان خاطر هو اللي يعمل الدور ده. في اللحظه دي وبدون تفكير بيوافق توم انه يصور الفيلم ده ويرجع لشغلانه الدوبلير من تاني يوم على طول بنشوف ان كولت بيوصل لموقع تصوير الفيلم وبيقابل دان تاكر واللي يبقى منسق الحركات الخطر. المهم يعني بعد السلامات والترحيب وما الى ذلك بياخد دان كولت عشان يعرفه المشهد اللي هيصوره النهارده، واللي هيكون مشهد انقلاب بسياره، وبعد كده السياره هتتدحرج شويه بيه وكده خلاص خلص المشهد. ورغم ان دي حركه خطيره على فكره، الا ان كولت بيقرر ينفذها عشان بس جودي وبس. بيفضل كولت يسال دلوقتي دان عن جودي وهل سالت عليه ولا لا، لكن دان بيعرفه ان جودي ما سالتش عليه ولا اهتمت انه جاي يصور الفيلم ده اصلا. طبعا استغرب كولت شويه لان ازاي هي طلبته بالاسم ومش سأل عنه اصلا، بس يعني عدى الموقف. في نفس الوقت ده كانت جودي قاعده مع فريقها وبيتفقوا على المشهد اللي هيصوروه، وبنعرف ان جودي ما تعرفش اصلا ان كولت هو اللي هيجي يمثل المشهد الخطر ده، لكن جيل يعني كانت بتكذب على كولت عشان خاطر تخليه يرجع للشغل مش اكتر من كده. المهم ان جودي بتقرر دلوقتي تصور المشهد الخطر بتاع العربيه، بتركب دلوقتي في عربيه كده عشان تصور عربيه كولت، وبتحرك كولت وراها بعربيه التصوير وبيبدا التصوير. والعلم يا صديقي لحد اللحظه دي جودي برضه ما تعرفش ان كولت هو اللي بيصور المشهد. في المجمل بيبدا تصوير المشهد وبتتقلب العربيه بتاعت كولت وبتبدا تتدحرج بيه، وبيقدر كولت في الاخر ان هو يصور المشهد رغم صعوبته وبيخرج من العربيه سالم غانم. وقتها بيبداوا كل الناس يحيوا ان المشهد فعلا طلع ممتاز جدا، وهنا بقى بتشوفوا جودي طبعا بتتصدم لانها زعلانه منه جدا من وقت ما بطل يكلمها، وبتعرفوا انها مش عاوزاه يكمل تصوير معاها في الفيلم ده وانه يمشي. وبتكون جودي هتمشي كولت فعلا، لكن مساعدها اللي اسمه نايجل بيعرفها ان مفيش دوبلير تاني غيره ولازم يكمل غصب عنه، فبتضطر جودي غصب عنها انها توافق ان كولت يكمل تصوير للمشاهد الخطره التانيه. وفعلا بعد كده بيدخل كولت يصور المشهد الجديد اللي بعده، واللي بيكون في ارض معركه كده، والمفروض انه يعني بيتحرق وبيتخبط بعنف في صخره. وبيبدا بعد كده كولت يصور المشهد ده كتير واللي بيكون حقيقي متعب، والمشكله ان جودي بتفضل تعيد المشهد اكتر واكتر واكتر بحيث يعني تضايق كولت، لكن يعني في كل الاحوال بيتم تصوير المشهد ده على خير. في نهايه اليوم بقى بيروح كولت يقابل المنتجه جايل، وفي الاول بيفضل كولت يتخانق معاها لانها كدبت عليه في موضوع جودي، لكن جايل مش بتهتم بكل ده وبتعرف كولت انها عاوزه منه طلب وطلب ضروري. الطلب ده انه يدور بسرعه على ممثل توم رايدر لانه اختفى وما تعرفش عنه اي حاجه، وتكون جايل مش عايزه تطلب الشرطه لانهم لو جم هيعرفوا انها تخطط ميزانيه الفيلم، وده مش قانوني والفيلم هيتوقف تصويره، فيعني لازم كولت هو اللي يلاقيه بعيد عن الشرطه خالص. وبتعرفوا جيل كمان انه قدامه بالظبط 48 ساعه يلاقي فيهم توم، والا كل اللي في لوكيشن التصوير هيعرفوا انه اختفى وهيبلغوا والفيلم هيبوظ. في اللحظه دي بيقرر كولت ان هو يساعد جيل ويدور على توم، وكل ده عشان بس ده اول فيلم من اخراج جودي ومش عاوزه يبوظ. بيروح بقى كولت ياخد عربيه من التصوير بحيث يدور بيها على توم، بس قبل ما كولت يروح لاي حته بيقعد في العربيه وبيفضل يسمع اغاني وبيفتكر علاقته بجودي زمان لما كانت مستقره وطبيعيه، وبسبب كده بيفضل يعيط. اثناء بقى ما كان بيعيط بتيجي جودي وبتقعد معاه. جودي يا سيدي اتكلمت دلوقتي مع كولت وطلبت منه انهم يستمروا في الشغل سوا عادي في الفيلم ده، لكن يعني يحاولوا ينسوا علاقتهم القديمه خالص ويكونوا محترفين في التعامل. فبيوافق كولت وبيعرف جودي انه بيحبها فعلا، والفتره اللي بعد فيها عنها كانت غصب عنه لانه ما كانش عاوزها تشوفه وهو فاشل وضعيف. وقتها بتتفهم جودي شويه كلام كولت، وبيبان كده انهم شويه بداوا يرجعوا زي الاول. المهم كولت بقى بيسيب جودي وبياخد بعضه وبيروح لبيت الممثل توم وبيقتحم البيت، وبيفضل بقى يدور على توم في البيت في كل حته لكنه مش بيلاقيه. ومره واحده بيلاقي كولت بنت كده بتهجم عليه بسيف، فبيفضل كولت يتفادى الضرب لحد ما بيقدر يبعد عنها السيف خالص. وهنا بقى بيركز كولت مع البنت دي، فبيكتشف انها ايجي واللي تبقى ممثله وخطيبه توم. وطبعا بتكون هجمت على كولت انها كانت فاكراه حرامي،
بس كولت مش بيهتم بكل ده وبيسالها بس عن مكان توم رايدر. فبتعرفه ايجي انها ما تعرفش مكانه، لكنها تعرف يعني انه دايما بيسهر في كازينو بتاع شخص كده اسمه دون، لان دون ده تاجر مخدرات ودايما توم بيشتري منه مخدرات. وده مش بيضيع كولت وقت وبيروح على طول للكازينو بتاع دون ده وبيقعد معاه وبيقدم له دون مشروب، وبيبدا كولت يشرب ويساله عن مكان توم، لكن دون بيكون ما يعرفش. والمشكله بقى ان مره واحده بيبدا يتعب كولت ويشوف حاجات كده غريبه بسبب ان المشروب بتاعه كان فيه حبوب هلوسه. وفوق كل ده دون بيعرف كولت انه هيخطفه حاليا، وبيجوا دلوقتي رجاله دون عشان يخطفوا كولت، لكن كولت بيفضل يضرب فيهم كلهم. ودول لما دلوقتي بيلاقي رجالته بيتضربوا واحد ورا التاني بيهرب المكان، فبيفضل كولت يجري وراه ويجري وراه لغايه ما بيقدر يوقف العربيه اللي ركبها دون وبيكون هيضربه. فبيخاف دون وبيعرفوا انه ما كانش عاوز يخطفه، بل في حد امره يعمل كده، والحد ده يبقى رئيس الامن الخاص بتوم. وبيعرف دون كولت ان لو عاوز دلوقتي توم هيلاقيه في غرفه كده في فندق معين، الفندق ده اصلا اللي قاعده فيه جودي وكل اللي شغالين في فيلم توم. وبس بكده بيكون كولت عارف كل اللي هو عاوزه، فبياخد بعضه وبيروح الفندق ده، بيقابل هناك البنت بتاعه الاستقبال، وبيفضل كولت يسالها عن اوضه توم ويدخلها ازاي وكده. وبيكون كولت مش قادر يركز قوي بسبب حبوب الهلوسه اللي حرفيا بتخليه يشوف وحيد قرن في كل مكان. وما تسالنيش اشمعنى وحيد قرن، يعني هو شاف كده وخلاص. والمشكله يا صديقي ان في الوقت ده جودي بتشوف كولت فبتيجي تتكلم معاه، وبيكون كولت هيبوظ كل حاجه ويقول لها على موضوع توم المختفي، بس لحسن الحظ بتيجي المنتجه جايل وبتاخد جودي وبتمشي. بعد كده اتكلم كولت مع واحد من الاستقبال، فاخيرا بيدي الكولت المفتاح بتاع اوضه توم، فبيروح على طول كولت لاوضه توم وبيدخلها وبيفضل يدور على توم. وسط ما هو بيدور بتتصل بيه جودي وبتفضل بقى تاخد رايه في مشاهد وحاجات زي كده تعملها في الفيلم، فبيفضل كولت ينصحها تعمل ايه وما تعملش ايه، وبيفضل برضه يتكلم معاها شويه حلوين. بعد كده بيقفل معاها وبيكمل تدوير على توم لحد ما فجاه بيلاقي كولت بانيو كده فيه تلج وفيه جثه شخص. فبيترعب كولت وبينزل من الاوضه فورا وبيتصل بجيل وبيعرفها ايه اللي حصل وبيعرفها انه هيبلغ الشرطه خلاص، لكن جيل برضه بترفض. بس كولت ولا بيفرق معاه رفضها وبيبلغ الشرطه، وبياخد دلوقتي شرطي فعلا وبيطلعوا الاوضه يشوفوا الجثه دي، لكنهم مش بيلاقوا اي حاجه. وبيعرف كولت دلوقتي انه اكيد تخيل الجثه دي بسبب حبوب الهلوسه مش اكتر من كده. في العموم يعني بيروح دلوقتي كولت للتصوير، وبتجيله هناك جودي وبتعرفوا المشهد اللي هيقوموا بيه النهارده، وبتعرفوا كمان ان هي وكل الطاقم العمل هيروحوا يسهروا سوا مع بعض في مكان كده بعد التصوير النهارده، وبتعرض عليه ان هو يجي معاهم. بيوافق كولت فعلا وبيدخل كولت بقى يصور المشهد وحرفيا بيبدع فيه جدا. بعد كده بيروح كولت يستريح، وهنا بقى بتجيله جايل وبتعرفه انه دلوقتي لازم يتحرك ويركب طياره ويسافر مدينه تانية يدور على توم لانه ممكن يكون في المدينه دي. فبيوافق كولت وهو متضايق لانه مش هيخرج مع جودي وطاقم العمل زي ما وعد جودي. المهم يعني ان كولت بيكون هياخد الطياره ويمشي، لكن قبل ما يعمل ده بيشوف دلوقتي إلما واللي تبقى مساعده توم. فبيفرح كولت وبيروح لإلما وبيسالها عن توم، فبتعرفوا انها ما تعرفش مكان توم لكنها معاها يعني موبايله، وبتقرر تديه لكولت يمكن يقدر يوصل منه لحاجه. بياخد منها كولت الموبايل، وقبل ما يروح لاي حته بيجي شخص وبيكهرب كولت وإلما وبيخطف إلما في عربيه كده، وبيفضل يسالها عن تليفون توم. اما كولت بقى فبيفضل يجري ورا العربيه دي، وفي اللحظه المناسبه بينط على العربيه وبيفضل يتقاتل مع الرجاله اللي فيها لحد ما بيقدر يزعلهم خالص وينقذ إلما بكل امان. بعد كده بيروح كولت على المكان اللي المفروض فيه جودي وباقي طاقم العمل، لكنه بيلاقي ان جودي مشيت، فبيتضايق شويه بس ما اهتمش قوي. وراح كولت بعد كده لدان صديقه وسال دان هل يعرف الرقم السري بتاع تليفون توم، فبيعرفوا دان ان اكيد ما يعرفش، ولكنهم ممكن يروحوا دلوقتي بيت توم ويدوروا على الرقم السري بتاع تليفونه هناك. هنا بالمناسبه معروف ان دان بينسى واي حاجه بيكتبها في نوتات كده يعني وبيعلقها في بيته، فممكن عادي يكون علق الرقم السري بتاع تليفونه هناك برضه. وفعلا ما ضيعوش كولت ودان وقت وراحوا لبيت توم وفضلوا يدوروا في البيت على الرقم السري بتاع تليفون توم، لحد ما اخيرا بقى بيقدر دان يلاقيه وبيقدر يفتح اخيرا التليفون. وبس بيبداوا دلوقتي يقلبوا في التليفون بتاعه لحد ما بيلاقوا فيديو كده بيظهر فيه توم وهو في حفله كده، وكان مع توم هنري واللي كان الدوبلير بتاعه اخر فتره. والعلم بياخد كولت باله ان هنري ده هو نفس الشخص اللي شاف جثته في الفندق، لكن في المجمل كولت بيتفرج على الفيديو وبيلاقي ان توم كان بيهزر مع هنري كتير وبيضربه ضرب قوي، فبيقع هنري ميت. وهنا بقى بيقدر كولت يفهم ان توم قتل هنري بجد، بعدها اختفى، وان الموبايل ده هو الشيء الوحيد اللي بيثبت ان توم المجرم، وعشان كده توم بعت رجالته بحيث ياخدوا الموبايل ده. المشكله بقى يا صديقي ان كولت مش بيلحق يفكر في اي حاجه، وبيلاقي الاخبار بتعلن دلوقتي ان هنري اتقتل وانهم لقوا جثته في غرفه الفندق، وواضح ان اللي قتله هو كولت لانه اخر شخص دخل الاوضه بتاعت هنري. طبعا بيتصدم كولت بشكل مش طبيعي، لكن قبل ما يفكر في اي حاجه بيوصل لمكان رجاله توم، فبيفضل كولت ودان دلوقتي يتقاتلوا معاهم بكل شجاعه، وبيقدر كولت يهرب منهم لكنه مش بيروح لبعيد، وبيتفاجئ بتوم ورجالته قدامه وبيقدروا يمسكوه. طبعا في اللحظه دي ربطوه، بعدها جه توم واتكلم معاه. توم عرف كولت يا صديقي كل المصايب اللي حصلت من اولها، وهي ان هو اللي كان سبب في الحادثه اللي حصلت لكولت زمان جدا، او ما وقع وظهره اتكسر، انه كان متضايق منه عشان كولت كان بيحاول يسرق منه الاضواء والناس كلها كانت بتحبه اكتر منه، وانه حاليا قتل هنري انه برضه كان بيسرق منه الاضواء. وبيعرف توم كولت ان جايل لما عرفت انه قتل هنري
قررت تساعده وتلبس كولت كل حاجه عشان طبعا توم اللي بتعمل له افلام كتير جدا وبتكسب من وراه فلوس ما تخسرهوش. وعشان كده جايل استدعت دلوقتي كول عشان يشتغل في الفيلم. والمفروض ان الخطه كانت انهم هياخدوا وش كولت ويركبوه على وش توم في الفيديو اللي توم قتل فيه هنري، وبكده كولت يشيل كل حاجه. بس المشكله ان الموبايل ضاع منهم وحصل كل ده، وحاليا بيطلب توم من كولت الموبايل عشان خاطر يخلصوا من كل الكلام ده. لكن كولت طبعا بيعرفوا انه مش معاه، فبيتعصب توم وبيقوموا رجالته يخلصوا على كولت. فرجاله توم بقى بيرموا على كولت بنزين عشان يولعوا فيه، لكن كولت بيقدر يهرب منهم وبياخد قارب كده كان موجود في مكان قريب من هنا وبيهرب عن طريق البحر. واثناء ما كان كولت بيهرب على فكره بيحس ان دي خلاص نهايته، فبيتصل بجودي وبيفضل يقول لها انه بيحبها وكل الكلام ده. ونشوف ان رجاله توم على فكره بياخدوا قارب وبيجروا ورا كولت ومصرين انهم يجيبوه وبيفضلوا يضربوا عليه نار، وبسبب كده بيبدا القارب بتاع كولت يتحرق. فبيفكر كولت وبيقرر دلوقتي يعمل حاجه كده وبيدخل بالقارب في سفينه كانت في البحر وبوم بتنفجر. وطبعا الكل بيفتكروا دلوقتي ان كولت مات، لكن في الحقيقه بيكون هرب من القارب في اخر لحظه. تاني يوم بقى بتكون جودي في الكرفان بتاعها في موقع التصوير، وفجاه بتلاقي شخص كده غريب داخل عليها، فعلى طول بتفضل تضرب فيه. لا هي مش بتضربه حرفيا، دي بتكسره خالص، لكن الشخص ده بيطلع كولت في الاخر. فبتفضل جودي تعتذر له وبتفرح انه لسه عايش. بعد كده اتكلم كولت مع جودي وعرفها كل حاجه من اولها لاخرها، وقرروا دلوقتي مع بعض انهم هيجبروا توم انه يعترف بكل جرايمه بحيث كولت ياخد براءه. بيفضلوا يفكروا ازاي يخلوا توم يعمل كده لحد ما بيستقروا انهم هيخلوه يعترف في تصوير اخر مشهد في الفيلم. وبس يا سيدي بعد شويه بنشوف ان توم بيجي دلوقتي وبيفضل يصور مشهد كده في الفيلم. بعدها بتتكلم جودي معاه وبتعرفوا انها عايزاه يصور مشهد خطر كده شويه في عربيه، فبيوافق توم وهو مش متضايق يا اخوانا. واول ما بيركب توم العربيه عشان يصور المشهد هوب بيلاقي جنبه كولت، وبياخد كولت دلوقتي العربيه وبيطير من المكان. وبيفضل كولت يقول لتوم يعترف بكل اللي عمله والا هيموتوا سوا، لكن توم بيفضل يماطل. وبنشوف ان حاليا رجاله توم بيطلعوا يجروا ورا كولت بالعربيه على امل انهم يوقفوه، لكن بيكون دان مستنيهم وبيفضل يستخدم الحيل السينمائيه في انه يقلب عربياتهم. بعد كده بيفضل دان ورجالته يضربوا فيهم. اما بقى كولت فبيفضل يجري بالعربيه اكتر، وبيعرفوا انهم هيموتوا دلوقتي لو ما اعترفش باللي عمله. فبيخاف توم وبيعترف بكل حاجه، وبيكون توم الغبي طبعا لابس مايك التصوير، وبالتالي بتقدر جودي تسجل كل حاجه قالها. ولحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان جيل بتاخد التسجيلات دي وبتاخد طياره كده عشان تهرب، وقبل ما بتهرب بتروح الاول لتوم وبتاخده معاها وبتطير. لكن كولت مش بيسيبهم وبيقدر يمسك في الطياره وبيطلع معاهم، وبيفضل بقى يضرب في جيل وتوم. بيقدر في الاخر ياخد منهم التسجيل وبينط من الطياره تاني بكل شياكه. واخيرا بقى كل حاجه بتنتهي، وطبعا بنعرف كده ان جيل وتوم هيتسجنوا. اما بقى جودي فبتكمل تصوير فيلمها وبتخلصه ولكن بممثل تاني، وبتحقق حلمها وبتعيش هي وكولت في امان، وبيقرروا انهم مش هيسيبوا بعض تاني. ومع النقطه دي بينتهي الفيلم، واللي اتمنى يكون عجبكم. وبس كده، سلام.